تبص هنا تلاقي كمثال في الغرقانه، وهي كانت غرقانه صح نبيل عبيد في الفيلم ده، تلاقي ان الفيلم كله يدعو الى هذا الايه الموضوع، الاعمال الشركيه والعياذ بالله. بص يا سيدي، قلت له هذه اراده سيد المساحلات، هناك سيدهم المساحلات وقاعدين حواليه، شوف بركات المساحلات بقى والمبروك الواد الصغير بقى. جالي في المنام وقال يا حجاب ما تجرب مراتك ورده، بيقول لك ام المبروك مش تجبر الايادي والندم وادعي لنا يا ام المبروك بركاتك يا ام المبروك، راح واللي جاي يبص حته ايدي الواد الصغير ده هو والمبروك راح والمبروك جاي. طب وبعدين؟ بيقول له بقى الراجل ده انا مش فاكر اسمه كويس، بيقول له اطمن يا شيخ حمد، اطمن بكره المبروك يكشف المستور ويبين كل شيء، ده هو المبروك هيكشف كل شيء، هيكشف الايه؟ اللي محدش يعرفه. مدد يا سيدي المساحلات، مدد مدد يا مبروك مدد. وكيف عرفت يا شيخ حجاب المبروك؟ ازاي عرفت المبروك؟ بيقول له المبروك كشف المستور، طبق ايده وفرضها، لقيت اسم اخوك فريق جواه. طيب يقول له هذا الحجاب تعلقه في صدرها، حجاب وتعلقه في صدرها، خلي راسها هذه ناحيه اليمين، بجيب المبروك بدخله على نسوانك الاربعه، اللي يقول على فرشتها، لا حاجه اللي يقول على فرشتها، يعني لما الولد يقول على الفرشه يبقى خلاص المبروك. بيفكرني بحاجه غريبه قوي، بيقول لك ايه بقى؟ ان سيد البدوي احنا كده بنفتح النار على الصوفيه والله نفتح النار على الكل، لان النار مفتوحه علينا من الجميع والله من الكل. بيقول لك في تاريخه وهم بيفتخروا بهذا انه لم يدخل المسجد قط الا مره واحده، وكان راجل عريان. بيعمل ايه بقى الراجل العريان ده؟ بيقول لك وصعد المنبر ثم تبول على الناس، والناس تاخد البول كده زي البهايم بقى بتوع العين، بياخدوا البول كده ويحطوه على ايه؟ بتاع البقر. شفت ازاي؟ الناس دي بتنمي وبتوضح العقيده بتاعت البتاع دي بتاعت الصوفيه، بتقول لهم خدوا. تيجي تتكلم حد يقول لك والله طب ما هو اذا كان الفن لو كان الكلام ده حرام ولا غلط ما كانش الحكومه سابته، او كان الازهر اعترض. يا سبحانك يا رب. تعالى يا سيدي. وهيفرق طبعا، واللي يقول عليها بقى على فرشتها، اللي يقول على فرشتها طبعا هيبقى هي تبقى صاحبه الجسم والنصيب، وتبات في اخر في فرشتها في التو، وان شاء الله يجيب لك الولد ده كله عشان يجيب له الولد. قول له بركاتك وايانا يا مبروك، بركاتك الولد الصغير اللي ما يعديش ايه ربع ايه كام سنتي كده. قول له هذه خلقه المبروك، هذه خلقه. وصى عليها سيدي المساحلات مدد مدد يا سيدي مدد. قول اقبل قدامي اهو، اقبل قدامي. قول له الصغير قول يا مبروك، قول سايقه عليك. بتقول له بقى المره بتقول له سايقه عليك سيدي الايه مش عارف ايه كده بول، يعني هي بتتحايل عليه ان يبول عشان يبرك المكان ده وتعرف تولد ولد. لن تلد ولدا ابدا الا لما ايه؟ الا لما الواد يعملها عليه. مش عايز اقول لك ازاي. بركاتك يا مبروك، بركاتك يا مبروك، بركاتك يا مبروك مبروك، عشان ينزل لهم شويه الميه. بيقول له روح لسيدي المساحلات واشكي له على اللي حاصل. ده نبيل عبيد بقى بتقول له انا حبلة يا شيخ حجاب والبركه في المبروك، واعطته المعزه مره كده البركه في المبروك اهي، حبلة امداد المعزه امداد المساحلات وبركاتك يا شيخ المبروك ورا بعض كده 9 مرات. بتقول له ايه بقى؟ اجت لي البشاره يا ورده سيدي المساحلات رايده، جالي في المنام وقال لي يا حجاب انا رايد ورده والمبروك يجولي عند الضريح لاجل ما المبروك يبارك الناس، ياخد الواد ده عشان يبارك الناس. وبعدين يا عم الحاج وكفايه اللي حصل له ده كان انتقام سيدي المساحلات. طبعا سيدي المساحلات كان بركات. هذه اراده سيدي المساحلات ولا تريدي نموت من جوع. ده ما ماشي. يقول لها ايه؟ صلي وبارك على الحبيب لا تقول دواء ولا طبيب، المبروك يشفي العيان ويريح الولهان. يا احنا مش عايزين بقى مستشفيات ولا حاجه. هنشوفش ليه؟ مسيرك المبروك موجود والمساحلات مبروك وموجوده وكله موجود. يشفي العيان ويريح الولهان، كراماته مشهوده ودعواته محموده. وايه تاني؟ جرب يا مؤمن واستبارك لاجل ما ينصلح حالك حجاب المبروك ويلين الشريك. يلين الشريك يعني يلين الشريك ماشي. دي نبيل عبيد بيقولوا ده هذه إرادة سيدي المساحلات نبيل عبيد. بيقولوا ده المبروك كله بركة. برضه نبيلة بتقول صباح مرات الشيخ حامد حامل هذه بركة المبروك. بيقولوا مدد بطارية خلصت. بطارية خلصت.